الاحتواء، تنقال الاهتمام، تنقال التقدير، تنقال التوفير مستقبل احسن من مستقبله. فهمتي؟ ليه ما تنقال لا ابعر ترك جيبهم، لكان لا يعود المعيز ويعود البقر ويعود المنيه الحمراء حتى هم اللي يقولوا ولادنا وكذا. هذا بلا معنى. نحن ما عندنا اهل في موريتانيا ولا عندنا اهل قاعد في الدول العربيه بصوره عامه، قليل الا من رحم ربك، الا من رحم ربك اللي عنده اهل يبغوه وعنده اهل يقدروه وعنده اهل هذا. حتى اذا عاد واحده طبيعيه والله قاعد ما عنده مشكله ولا ما عنده مشكلتي انا وذا كامل، اهلا ما تجبر من الاهتمام ولا تجبر من الحب ولا تجبر من التقدير ولا تجبر من التقبل. فاهمه؟ الام يالتها تبغي وتضحي بالغالي والنفيس من اجل اولادها، والاب يالته يبغي ويحسسهم بالحنان ويحسسهم بالاهتمام. انا نعود بويا ما نشوفه ونعود بويا ما نجبر منه كلمه زينه، تعود امي ما نقد نقول لها اسراري ولا نقد نشاركها اموري، نعود اخوتي ما نبني معاهم المحبه والتالف والاحترام والثقه. ايش فائده انا نعود باهلي؟ لا بلا معنى. انا بلا اهل، انا بعد نعترف معي انا بلا اهل، ما عندي اهل. صعب صراحة يصد حد يقول عنده أهل وهو من نفس الوقت يحس إنه بلا أهل. بين الأهل أوه يا روحي لا تبكي. أنا بكي يا حبيبتي. تبكي اليوم كامل ما يلا يبكي. نحن صراحة عدنا لايف وقلنا علينا نتكلموا وفينا اللي مكفينا طبعا يا غير ما اختاروا الشوف ونبكوا والله متأثرين. فاهمة يا غير كما قلت لك صعب انك تعودي باهلك ونفس الوقت تقولي انا بلا اهلي، وذاك الشعور يعرفوا اللي انا مجرب بين حق ما هو. شوفي نحن والله انا بعد نتكلم عن راسي بالاخص، انا ما ندعي اني مثلا بيرفكت ولا مثاليه، والله انا هي اللي ندعي الشرف وانا هي اللي اعطي ننصحكم وكذا، ابدا ماني مدعي ذا. انا نتكلم بس عن تجاربي ومن حقي انا. الامر اللي انتم كتدعاو وكتظلموني به نبغي نشوفه مطبق فيكم. الاسلام اللي تدعاو والله اكبر وقال الله وقال الرسول، اكثر انا اسلام منكم. انا على الاقل عندي المصحف هون، عندي القران نقراه نشبع عليه مره، عندي السجاده، عندي الحجاب. انتم واش عندكم؟ وانا عندي انتم واش عندكم الاسلام؟ مازال عندكم الاسلام لا الكلام. المنافقين اللي قال عليهم الله في القران هم انتم معي انا، اللي انا واضحه اموري كامله واضحه. النهار الاول جيتكم وقلت لكم راني انا عندي مشكله خلقيه وفيا وهذا ما هو الشيء اللي متحكمه بابتلاء من عند الله عز وجل. انتم انكم واضحين مع روسكم، انتم كاذبين على روسكم كذبه كبيره وتحاولوا تصدقوها. الاسلام اللي تدعوه ما هو خالق، فهمتوا؟ لانه الاسلام بين الله وعبده، ما هو بين الناس والناس. الاسلام نعود نصلي خايفه من الناس، ونعود نظهر القران خايفه من الناس، ونعود ندعي الاسلام ونتحجب خايفه من الناس، معناتها ما خفي اعظم. فهمتوا؟ والنار اللي توعدوني انا بها والله الا نقد نحلف لكم، نقد نحلف على القران اللي انا متاكده من مصيري انه ما يعود كيف مصيركم، لانه قلبي ما هو كحل. فهمتوا؟ قلبي بيض ونيتي صافيه ونيتي زينه، ولا قد على وسادتي مآذي مخلوق والله جارحه مخلوق. انتم كل ليله ترقدوا ما اشتكيتوا على حد، مآذين الناس بالكلام الخاسر وبالكلام اللي ما ينفع. فهمتوا؟ وبالضحك في الناس وبالتنمر، واثنين تفوتوا توفوا سبكم وشتمكم وتنمركم، تقولوا الله يغفر لهم ان شاء الله، قال الله وقال الرسول الله اكبر. هي نهايه الكلام عندكم، ما تشقروا شيء. فاهمين؟